بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر أحمد والي والرياضيات افهمها ببساطة. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على الإحصاء، وهنشرح إن شاء الله الأربع أبواب بتوع الإحصاء بمسائل الامتحانات اللي جت من سنة 2016 لغاية النهاردة. مراجعة مهمة جدا، هتلم لك الدنيا بشكل كويس، يا رب تبقى مفيدة ليكم. يلا بينا نبدأ على بركة الله. هنبدأ مع بعض شرح الباب الأول، والباب الأول بيتكلم عن الارتباط والانحدار، ومعامل ارتباط بيرسون وسبيرمان، ومعادلة الانحدار. وطبعا القوانين بتاعته كلها بتيجي في ورقة المفاهيم، فبيبقى هدية ليك ان انت تعرف تحل الأسئلة بتاعته. تعال نراجع سريعا كده. أولا، الارتباط هو طريقة إحصائية يمكن من خلالها تحديد درجة ونوع العلاقة بين متغيرين. يعني احنا عندنا س وعندنا ص، هنجيب العلاقة بينهم. الارتباط الطردي معناها ان المتغيران يتزايدان معا او يتناقصان معا. الارتباط العكسي احد المتغيرين يتزايد والاخر يتناقص. طب ده بيعبر عنه بايه؟ الارتباط الطردي بيعبر عنه في الدرس بتاعنا النهارده ان الاجابه او معامل الارتباط بتاعنا هيطلع اشارته موجب، والارتباط العكسي هيطلع معامل الارتباط اشارته بالسالب. طيب تعالى كده، معامل ارتباط اسمه ر. معامل ارتباط اسمه ر. طيب هو مقياس كمي يقيس قوة الارتباط ولها الخصائص الآتية: ر موجبة يكون التغير طردي، وره سالبة يكون التغير عكسي. معامل الارتباط ر ينتمي للفترة المغلقة -1 و1، ماشي؟ يعني أقل قيمة ليه -1 وأكبر قيمة ليه هي 1. تمام. وطبعا لما بيجي بقى في الامتحان يسألك يقول لك ازاي تحدد درجة الارتباط. طيب تعال نشوف درجة الارتباط دي معناها ايه. لما ر بصفر يبقى الارتباط ده منعدم. لما ر بتساوي 1 يكون الارتباط طردي تام. عندما ر تساوي -1 يكون الارتباط عكسي تام. طيب احنا عندنا بقى من اول صفر، من اكبر من صفر لغاية ل4/10 بيكون طردي ضعيف. بعد ال4/10 لغاية 6/10 يكون طردي متوسط. من 6/10 لغاية اقل من الواحد يكون طردي قوي. بالسالب طبعا، من -4/10 لغاية صفر ده عكسي. من -6/10 ل -4/10 عكسي متوسط. تمام. معاملات الارتباط بتقاس بأول حاجة معامل ارتباط بيرسون. ر بتساوي ن في مجموع س في ص ناقص مجموع س في مجموع ص. طبعا علامة السجمة دي علامة المجموع، على جذر ن في مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع، في جذر ن في مجموع ص تربيع ناقص مجموع ص الكل تربيع. طبعا ن ده عدد القيم، تمام، ودي س وص اللي هتبقى موجوده في الجدول، وهو دلوقتي بقى له 3 سنين بيديك مجموع س ومجموع ص، بيدي لك القيم كلها جاهزه. اذا كان س بار وص بار هما المتوسطان لقيم س وص، الوسط الحسابي لو تفتكر مجموع القيم على عددهم، يعني مجموع س على عدد العناصر، مجموع ص على عدد العناصر. طيب لما يجي لي سؤال زي اللي جاي ده، يجي يقول لي ايه؟ آه، اوجد معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين، وده طبعا السؤال بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها، بين المتغيرين س وايه وصاد، وبدأ يديني وحدد نوعه طبعا ودرجته. طيب انا هبدأ اقول ايه يا شباب؟ هبدأ اقول والله بص، انت مديني مجموع س ب 28 ومجموع صاد، هاخد القيم دي كلها هعوض بيها في القانون اللي قدامك ده. فانا هبدأ اقول له ر بتساوي، تمام، بتساوي، وابدأ اعمل شرطة الكسر بتاعتي. ن اللي هي عدد العناصر 7 في مجموع س في صاد. فين مجموع س في صاد يا مستر احمد؟ اهو 849 على او ناقص مجموع س اللي هو 28 هضربه في مجموع ص اللي هو بيساوي 167 على الجذرين بقى، الجذر الاولاني والجذر التاني اهو. جذر هحط فيه قيم السين، والجذر التاني هحط فيه قيم الصاد. ن اللي هي 7 في مجموع السين بتاعتنا، مجموع س تربيع، س تربيع اللي هي 141، تمام، ناقص مجموع س الكل تربيع، يعني 28 دي هحط عليها ايه؟ تربيع. تمام. تعالى جذر كده اكبر شويه. في هنبدا ناخد الصاد نعمل فيها نفس القصه. تمام. 7 في مجموع صاد تربيع، صاد تربيع اللي هي 5179 ناقص مجموع صاد اللي هو مجموع صاد 167 هنحط عليه تربيع، ونبدأ نطلع الآلة الحاسبة بتاعتنا ونحسب الكلام ده كله. هيطلع لك ر بتساوي 97%. طبعا الناتج ده بالموجب، فده اسمه طردي
قوي. ده السؤال اللي بقاله 2 أو 3 بيجي في امتحان الإحصاء. يا رب تبقى عارف بتعوض ازاي. طبعا القانون اللي قدامك الكبير ده ما تقوليش انا مش عارف احفظه، لا ده قانون هيجي لك في ورقة المفاهيم ان شاء الله. طيب نخش على معامل ارتباط سبيرمان او معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. معامل ارتباط الرتب لسبيرمان يفرق عن بيرسون في ايه؟ ان ده يصلح للكميات الوصفيه والعدديه، يعني الكميه والوصفيه، خلاص، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان. طب معامل ارتباط الرتب ده من اسمه كده احنا هنرتب. يعني ايه هنرتب؟ يعني هنرتب القيم من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. ر بتساوي 1 ناقص 6 في مجموع ف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. ف دي اللي انت هتجمعها دي هي الفرق بين رتب س ورتب ص. معادله خط الانحدار اللي هي اخر جزء في الباب الاول، ص بتساوي ا زائد ب س، حيث ب بتساوي ن في مجموع س في ص ناقص مجموع س في مجموع ص على ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع، وأ بتساوي مجموع ص ناقص ب في مجموع س على ن. ويحدد مقدار الخطأ من العلاقة القيمة المطلقة للقيمة اللي في الجدول اللي اسمها القيمة الجدولية ناقص القيمة اللي بنطلعها من معادلة الانحدار. طبعا هنشوف الكلام ده كله في أمثلة دلوقتي. يلا بينا نحل تمارين الاخضر. التدريبات اللي عندي بيقول لي إذا كان المتغيران يتزايدان معا أو يتناقصان معا فإن الارتباط بينهما، هما الاثنين بيزيدوا مع بعض أو بينقصوا مع بعض، يبقى ده اسمه ارتباط إيه؟ ارتباط طردي. يبقى الإجابة رقم أ. طيب السؤال الثاني بيقول لي معامل ارتباط مقياس رقمي ينتمي إلى الفترة 0 1 ولا -1 1 مفتوحة ولا -1 1 مقفولة. كل ده أسئلة بتيجي على المفاهيم. طبعا الإجابة إنه ينتمي ل1 و1 فترة مغلقة. تمام، كل ده احنا قلنا فوق في المقدمة اللي قدامنا في الدرس. طيب معامل الارتباط بين متغيرين ر يكون طردي تام. طردي تام لما ر تنتمي لايه؟ طرد يعني موجب وتام يعني بواحد، يبقى ينتمي للمجموعة اللي فيها واحد، والإجابة أ. اقوى معامل ارتباط عكسي فيما يلي. طبعا يا شباب في ناس كتير قوي يعني بيختلط عليها الامر في موضوع عكسي ده. الاشاره تدل لدرجه لنوع الارتباط، يعني هو عكسي، فاحنا عايز اقوى واحد يبقى اكبر رقم اللي هو الرقم -8/10، يبقى الاجابه رقم د. طيب السؤال اقوى معامل ارتباط فيما يلي. طب احنا طبعا معامل ارتباط اقوى واحد فيهم هيبقى مين؟ طبعا 1.2 دي لا تصلح، احنا قلنا هو يبقى منحصر ما بين -1 و1. فاحنا هندور على رقم وما يهمنيش الاشاره، يعني شيل الاشارات وشوف مين اكبر رقم فيهم، ما عدا طبعا اللي يعدي الواحد. فاكبر رقم هو -9/10 لان ده ارتباط عكسي قوي. تمام. السؤال اللي بعده، اقوى معامل ارتباط فيما يلي هو. برضو اقوى معامل ارتباط ده ما ينفعش اللي هو د، ولا ج تنفع، ولا ا تنفع، فانا ما فيش قدامي معامل ارتباط غير ب. ليه بقى الباقي ما ينفعش؟ قلنا عشان معامل الارتباط يا وحش بينحصر ما بين -1 وموجب 1. السؤال السابع، المعادلة الإحصائية لمعادلة خط الانحدار حيث ب معامل الانحدار هي. معامل الانحدار ده اللي هيبقى معامل س، يبقى اللي بيتحط قدام س اسمه معامل الانحدار. فص بتساوي، ماشي، لازم الب تبقى قدام س. كل ده غلط، يعني ده ص بتساوي ا ص، ده ص بتساوي ا س، ده ص بتساوي، مفيش ب س غير الاجابه رقم ب. الامتحان بيبقى لطيف وظريف، ما فيهوش حاجه، بس انت ركز يعني. طيب السؤال رقم 8، إذا كانت ص بتساوي 7/10 ناقص 8/10 س، فإن قيمة ص المتوقعة عندما س ب5. أنت كل اللي أنت هتعمله هنا إنك هتبدأ تعوض عن س ب5، يعني تكتب 7 ناقص 8/10 في 5، هيطلع لك الإجابة 8/10 في 5 ده هيدي لك 4، 7 ناقص 4 هتديني 3، يبقى الإجابة رقم ب. تمام كده. السؤال التاسع، إذا كانت معادلة الانحدار هي ص بتساوي 2/10 س زائد 3، وكانت قيمة ص الجدولية عندما س ب5 هي 4.6، يبقى دي القيمة بتاعت الجدول. طيب فإن مقدار الخطأ في قيمة ص، الأول أنا هعوض بالسين دي في المعادلة، يبقى لما يجي يطلب مني مقدار الخطأ لازم أعوض بالسين في المعادلة. يعني أنا هبدأ أقول له إيه؟ بص، دي 2/10 أهي، هضربها في 5 زائد 3، هيطلع لك الناتج ب4. طب أنا عايز قيمة الخطأ، هقول له الخطأ بيساوي القيمة المطلقة ل4.6 ناقص 4، هيطلع لي الإجابة بتساوي 6/10، الإجابة د. طبعا عمرها ما تطلع سالب لأن احنا عندنا قيمة مطلقة، فالناتج دايما بيطلع بالموجب. السؤال العاشر سؤال لطيف جدا يعني، خلاص، بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي إذا كانت معادلة خط الانحدار هي ص بتساوي
3 ناقص س، فإن نوع الارتباط بين المتغيرين س وص يكون طردي ولا لا يوجد ارتباط ولا منعدم ولا عكسي؟ طبعا احنا هنبدأ نبص على معامل س. معامل س هنا سالب، وادام سالب يبقى الارتباط ده نوعه ايه؟ عكسي، يبقى الإجابة رقم د. السؤال 11 بيقول لك يسمى المتغير المطلوب تقديره في معادلة خط الانحدار بالمتغير المستقل ولا المتغير التابع ولا الطردي ولا العكسي؟ طبعا المتغير المطلوب تقديره ده اللي هو صاد، وصاد دي احنا عارفينها من زمان اسمها متغير تابع، والسين متغير مستقل. مجموع القيم التي وسطها الحسابي 8 وعددها 7. طبعا مجموع القيم دي هتضرب 8 في 7 هتطلع لك بتساوي 56. تضرب الوسط الحسابي في عدد القيم. طيب السؤال رقم 13، العلاقة بين طول ضلع المربع ومحيطه هو علاقة ارتباط ايه؟ يعني انت عندك طول الضلع المربع ومحيطه، المحيط بيساوي 4 لام، طبعا كده ده طردي، تمام؟ طب طردي ايه؟ قال لي ده طردي تام، لان احنا اللام دي علاقة او اسمه ثابت العلاقة او ثابت التناسب يعني. يبقى العلاقة بين طول ضلع المربع ومحيطه هو علاقة ايه؟ ارتباط طردي، لان انت عندك ان المحيط بيساوي 4 في طول الضلع، تمام؟ دي علاقة خطية يعني من الدرجة الأولى، ما فيهاش لا أس 2 ولا أس 3. طيب العلاقة بقى بين طول ضلع المربع ومساحته، يعني أنا عايز العلاقة بين طول ضلع المربع ومساحته. هقول له والله بص، هو طول ضلع المربع ومساحته المساحة بتساوي لام أس 2، ولام أس 2 دي تبقى دالة تربيعية، لام أس 2 دي تبقى دالة إيه؟ تربيعية، فدي علاقة غير خطية فأنا معرفهاش، فالإجابة رقم ج هي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده سؤال 15، إذا كانت جميع النقط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم ميله سالب، خط مستقيم ميله سالب، يبقى أنا هختار سالب. من معامل الارتباط بين متغيرين س وص يساوي كلهم على خط مستقيم، يبقى ميله بيساوي -1، ده ارتباط عكسي تام. طيب إذا كانت جميع نقاط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم ميله موجب، فإن معامل الارتباط بين المتغيرين س وص، خلاص بقى أنت حفظتها، يعني اللي سالب كان -1 واللي موجب هيبقى -1، ما عنديش حاجة أعين بيها يعني. طيب لما يجيب لك نقط كده ويسألك على أي حاجة ليها علاقة بالارتباط، هات الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. يعني انا هنا بيقول لي ايه؟ اذا وقعت على النقطتين دول 11 ونص و10 و6 ونص و5 على خط انحدار ص على س، فان الارتباط بين س وص يكون طردي عكسي تام منعدم. اقول له والله بص، احنا كده هنجيب فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات، هنطرح 10 ناقص 5 على 11 ونص ناقص 6 ونص، فيطلع لي الإجابة بتساوي 1. طب الواحد دي بتعبر عن ايه؟ قال لي والله الواحد دي بتعبر عن ارتباط طردي تام. هو خد بالك بس، ما تخلوش يضحك عليك، اوعى تختار تام بس، ايه تام؟ عكس تام ولا طردي تام؟ هو ده ارتباط طردي، ما فيش كلمة طردي تام، يبقى انا هختار له ايه؟ كلمة طردي. طيب سؤال تاني، إذا وقعت النقطتان 2 و8 و7 و3 على خط انحدار ص على س، وكان الارتباط تاما، فإن معامل الارتباط الخطي، معامل الارتباط الخطي، طبعا احنا برضو هنا هنجيب ايه يا مستر أحمد؟ هنجيب الميل. طب يلا بينا نجيب الميل. الميل اللي هو ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. الصادات اللي هو الرقم الثاني هنا اهو 8 وال3، يبقى 8 ناقص 3 على 2 ناقص 7، هيطلع لك الإجابة -1، يبقى معامل الارتباط ب1، الإجابة ألف. الجزء اللي بعده بيقول لك إذا وقعت النقطتان 5 و13 و14 و4 على خط انحدار ص على س، فإن جميع النقاط الآتية تقع على نفس الخط ما عدا. ركز معايا بقى يا باشا، هو أنا دلوقتي برضه هجيب الميل، ماشي؟ هو بيقول لي مين في دول تقع على خط الانحدار. احنا سيادتك هنبدأ نعمل ايه؟ هنجيب الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات اهو، 13 ناقص 4 على 5 ناقص 14، هيطلع الإجابة بتاعتنا هتطلع لي -1. هبدأ أمسك بقى أنا النقطة الأولانية دي اللي هي 5 و13، أجربها مع جميع النقط لغاية ما الناتج ما يطلع ليش -1. هو بيقول لك كلهم على نفس الخط ما عدا. تعال نجرب أول اختيار كده، يعني تعال مثلا نجرب 5 ناقص 13 على
15 ناقص 5 هيطلع لك الإجابة دي، هتطلع -8 على 10. طبعا ما طلعتش -1، فكده يبقى الإجابة أ. هو دي النقطة اللي مش معانا لأنها ما ادتش نفس الميل. معامل ارتباط بيرسون يمكن حسابه عندما تكون الكميات كمية فقط. قلنا ان بيرسون يصلح للكميات الكمية بس. طيب إذا كانت ف هي الفروق بين رتب المتغيرين س وص وكان مجموع ف تربيع بيساوي 0، فإن معامل الارتباط. تعال نحسب معامل الارتباط كده. معامل الارتباط لبيرسون في الف دي خلاص هي الفرق، فهو قال لك ان مجموع الف بصفر، فهو قال لي معامل الارتباط يا مستر ر بتساوي 1 ناقص 6 في صفر على اي حاجة هتديني صفر، فده يديك صفر، فيبقى الإجابة 1. فمعامل الارتباط كده بإيه؟ ب1. لما يبقى الف بصفر الفروق بصفر يبقى معامل الارتباط هتطلع بتساوي 1. السؤال 22 بيقول لحضرتك إذا كانت ص بتساوي من الجدول ده ص بتساوي 4.2 زائد 3 س، فإن مقدار الخطأ عندما س ب10. قلت لك أول ما يطلب منك مقدار الخطأ عوض في المعادلة، يعني 4.2 ناقص 3 في س اللي هي ب10 خلاص هتطلع 1.2. يبقى طلعت لي 1.2. تمام كده. هي دي زائد اسف، يبقى دي هتطلع 7.2. تطلع كام؟ 7.2. طيب الإجابة طلعت 7.2، فأنا هعمل إيه؟ هقول له الخطأ بيساوي، هنحط ال10 هي شايفها، قيمة الصاد تحتها كام؟ 8، يبقى أنا هطرح ال8 ناقص 7.2 هتطلع لك 8، يعني الإجابة رقم ج. يبقى أنا أول حاجة عوضت في المعادلة عن س ب10 فطلع لي الإجابة 7.2. طيب طرحت بقى القيمة بتاعت الجدول بتاعت ص دي ناقص القيمة اللي أنا طلعتها. في سؤال على معامل ارتباط سبيرمان جه بقاله سنتين بيجي، يعني اللي هو يقول لك دي درجات بعض الطلبة في أو تقديراتهم في بعض المواد: س ممتاز جيد جيد جدا مقبول ضعيف جيد، وصاد جيد ضعيف مقبول ممتاز جيد جدا مقبول. المطلوب من حضرتك انك تجيب معامل ارتباط سبيرمان. اول حاجه هنرتب س. يعني ايه هرتب س؟ يعني هحط الترتيب من الصغير للكبير: ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز، نقلتهم من الجدول اهو. هدي ده رتبه ان هو ده 1، ده 2، ده 3، 4، 5، 6. حلو. في حاجه متكرره اللي هم الجيد والجيد، فهاجي اجمع دول واقسمهم على عددهم، يعني 3 زائد 4 على 2 اداني 3.5. يبقى لما الاقي كلمه جيد احط مكانها 3.5. حلو قوي. هبدا برضو ارتب صاد. صاد بادئه بضعيف ثم مقبول، في مقبول تاني اهي، وبعدين جيد، وبعدين جيد جدا، وبعدين ممتاز. طيب انا حطيت الترتيب 1 2 3 4 5 6. المقبول والمقبول دول يا جماعه تمام، هجمع الرتبتين دول 2 زائد 3 على 2 تطلع 2.5. هبدا اعمل ايه بقى؟ هنقل الجدول زي ما هو كده، هنحطه في جدول رأسي رتب س او س اهي ممتاز من الجدول، جيد جيد جدا، وصاد جيد، نقلت الصاد كلها. هبدا بقى قدام الرتبه بتاعت س دي الممتاز دي اشوف هي كام، 6، هكتب قدامها 6. طب الجيد 3.5، هكتب قدامها 3.5. يبقى انا ببدا اشوف كل رتبه واحط قدامها رتب س. كذلك بالنسبه لصاد، يعني ضعيف مثلا انت عندك اول حاجه في صاد في الجدول ايه؟ جيد. جيد رتبتها كام هنا؟ هتقول لي والله يا مستر جيد هنا عند الصاد 4، يبقى احط قصادها 4. طب ضعيف عند الصاد 1، طب مقبول عند الصاد 2.5، وهكذا. طيب بعد الكلام ده بنعمل يا جماعه؟ بنطرحهم. الفرق ده ان انا اطرحهم 6 ناقص 4 2، واربع على 2 دي تبقى 4. طيب 3.5 ناقص 1 ب2.5، هربع على 2.5 تبقى 6 وربع. 5 ناقص 2.5 ب2.5، اربعها 6 وربع. 2 ناقص 6 سالب 4 تمام، مربعها 16. ما تنساش بس وانت بتربعها تحطها بين قوسين. 1 ناقص 5 سالب 4 مربعها 16. 3.5 ناقص 2.5 ب1 مربعها 1. الخانه دي عشان تتاكد انك حلل السؤال صح لازم مجموعهم يطلع بصفر، اللي هي الف دي. طيب مجموع الف تربيع، مجموع دول طلع كام؟ 49.5. اقول له طيب يبقى ر بتساوي 1 ناقص 6 في مجموع ف تربيع اللي هو 49.5 على نون. نون دول اللي هو عدد القيم اللي احنا عدينهم هنا ب6 هم، على نون في نون تربيع ناقص 1 يطلع سالب 41 ده عكسي متوسط. ده من الأسئلة اللي برضو بقالها كام سنة بتيجي في الامتحان، اللي هو سؤال التقديرات.
هندخل على الباب التاني اللي هو عامل أزمة لمعظم الطلبة بسبب القوانين بتاعت سنة تانية ثانوي اللي ما بتجيش في ورقة المفاهيم. طبعا هو قوانين الاحتمال يا جماعة بيطلب منك دايما، أنا محتاجك يبقى معاك 3 حاجات عشان تحل أي مسألة احتمال. احتمال ألف اللي هو اسمه لام ألف، واحتمال ب اللي هو اسمه لام ب، والتقاطع اللي هو ألف تقاطع ب. حلو كده، او زي ما اسميهم بقى س وصاد ايا كان، المهم يبقى معايا احتمال الاول واحتمال التاني والتقاطع بينهم. طيب انا عندي احتمال الف اتحاد ب بيساوي احتمال الف زائد ب ناقص التقاطع، احتمال الف زائد ب ناقص التقاطع. طيب احتمال وقوع الحدث الف او ب هو ده الاتحاد، احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل هو ده الاتحاد، احتمال اي من الحدثين كل ده معناه الاتحاد. طبعا الكلام ده مش هيجي لك في ورقه المفاهيم. طيب لما اجي على احتمال الف تقاطع ب قال لي بيساوي الف زائد ب ناقص الاتحاد، يبقى انا لو عايز الاتحاد هطرح التقاطع، لو عايز التقاطع هطرح الاتحاد. اسم التقاطع ايه؟ احتمال وقوع الحدث الف وب معا، يبقى وادي معناها تقاطع او معناها اتحاد. طيب من ضمن الحاجات المهمه احتمال الف فرق ب، الف فرق ب، احتمال الف فرق ب بيساوي الاول ناقص التقاطع، يعني الاول هنا الف يبقى احتمال الف ناقص التقاطع. تمام كده؟ او بيساوي لام الف تقاطع ب شرط، لام الف تقاطع ب شرط، يعني وباللغه العربيه احتمال وقوع الف وعدم وقوع ب او احتمال وقوع الف فقط. طب ب فرق الف يبقى بيساوي ب ناقص تقاطع اللي هو الف تقاطع ب، او ب تقاطع الف شرطه، ب تقاطع الف شرطه، يبقى لو في تقاطع واحد منهم عليه شرطه يبقى ده فرق. احتمال وقوع ب فقط طبعا، او وقوع ب وعدم وقوع الف. طيب احتمال الف شرطه اللي هو المكمله او عدم وقوع الف، زي ما كنا بنيجي نقول لك ايه، اذا كان احتمال نجاح طالب 90% فان احتمال عدم نجاحه 10%. حلو كده؟ طيب ده لام الف شرطه واحد ناقص لام الف، لام ب شرطه واحد ناقص لام ب. طب لام الف شرطه ده اسمه قانون دي مورجان رقم 7 ده. لام الف شرطه اتحاد ب شرطه بتسحب الشرطه بره وتقلب التقاطع ايه؟ اتحاد. واي حاجه عليها شرطه واحد ناقص اللي تحت الشرطه، اي حاجه عليها شرطه واحد ناقص اللي تحت الشرطه. ركز، يبقى لام الف تقاطع بين كل شرطه واحد ناقص التقاطع. ده احتمال وقوع عدم وقوع الحدثين معا واحتمال وقوع احدهما على الاكثر، ده مكمله التقاطع. طيب لما اجي اقول لك لام الف شرطه تقاطع ب شرطه، يعني هنسحب الشرطه بره والتقاطع يبقى اتحاد، يبقى واحد ناقص الاتحاد. ده احتمال عدم وقوع اي من الحدثين. احنا بقى درسنا اسمه الاحتمال الشرطي. الاحتمال الشرطي هو وقوع الحدث الف بشرط وقوع ب، بيتكتب الف بشرط وقوع ب بيساوي التقاطع على التاني، التقاطع بين الف وب على الحدث التاني اللي هو ب. يبقى لازم يبقى معايا التقاطع ولازم يبقى معايا التاني. طيب انا هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اقول له ايه؟ سيادتك في شويه بقى قوانين احتمالات كده لازم نذاكرها، ان الاحتمال يقع ما بين الصفر والواحد. طب ولام الف شرطه لما يكون على الاولاني الشرطه خد بالك بيساوي واحد ناقص لام الف بشرط ب، يعني ده مكمله الاحتمال الشرطي. طيب لام الف بشرط ب لا تساوي لام ب بشرط الف. احتمال وقوع الحدث الف بشرط وقوع الحدث ب بيتكتب لام الف بشرط ب. احتمال الشرط الحدث الذي يلي كلمة ما احتمال هو الحدث الذي نبدأ به، والحدث الذي يلي إحدى الكلمات علما بأن أو بشرط ده الحدث التاني. طيب يلا بينا نبدأ حل مسائل الباب التاني. لو أنا حلت لك السؤال اللي هو رقم 1، خليك معايا في التدريبات كده وهنرجع للأحداث المستقلة دي دلوقتي. لو احتمال الف تقاطع ب بتساوي 2 على 5 واحتمال الف ب 4 على 5، فان احتمال ب بشرط الف. اقول له والله بص، هو احتمال ب بشرط الف ده معناه ان سيادتك هتقول لي ده احتمال التقاطع الف تقاطع ب على التاني اللي هو مين؟ اللي هو الف. حلو قوي. طيب التقاطع عندي بكام؟ 2 على 5 اهو على التاني، التاني اللي هو مين؟ ألف اللي هو 4 على 5. هتحسب الحسبة دي بالآلة الحاسبة هيطلع لك الإجابة بتساوي نص، اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال التاني بيقول لك إذا كان احتمال ألف بشرط ب بيساوي تلت واحتمال ب ب 12 على 25 فإن احتمال التقاطع. أنت حافظ القانون يا بطل صح؟ يعني أنت حافظ إن الاحتمال بتاع ألف بشرط ب بيساوي التقاطع اهو الف تقاطع ب على التاني اللي هو ب. يبقى انا لو عايز اجيب التقاطع هضرب دول في بعض، يبقى هضرب الف بشرط ب اللي هو تلت هضربه في
12 على 25 هيطلع لي الإجابة 4 على 25. يبقى الإجابة هتساوي 4 على 25. دي يعني إجابة بقى. طبعا كده هنلاقي إن الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ألف، 4 على 25 دي الإجابة رقم ألف. السؤال الثالث بيقول لي إذا كان ألف وب حدثين مستقلين. تعالى بقى نحكي شوية في قصة الأحداث المستقلة دي. بيقول لك إيه يا باشا؟ الأحداث المستقلة، خليك معايا كده، الحدثان المستقلان يكون الحدثان مستقلين إذا كان وقوع أحد الحدثين لا يؤثر في احتمال وقوع الحدث الآخر. أي أن إذا كان ألف وب حدثين مستقلين فإن احتمال ألف بشرط ب يساوي الأولاني، والتقاطع بيساوي ألف ب. يبقى لو هم حدثين مستقلين، طبعا كان عندنا حاجه اسمها حدثين متنافيين اللي هو كان التقاطع بينهم احتماله بصفر. فانت بتركز بس في الكلام. يقال ان الحدثين الف وب مستقلين اذا وفقط اذا الف تقاطع يساوي لام الف في لام ب. تمام. من الاحداث المستقله القاء قطعه نقود ثم القاء حجر نرد، لان ده ملوش علاقه بده، ده صوره وكتابه، ده ارقام. نجاح طالب في ماده العلوم ونجاح طالب في ماده اللغه الانجليزيه برضو ملهمش علاقه ببعض. يبقى التقاطع بيساوي حصل ضرب الحدث الاول في الحدث الثاني. طيب، سحبت كرة عشوائيا من كيس ثم أعيدت إلى الكيس، بيسموه مع الإحلال. تمام. يبقى لام ألف تقاطع ب لو لا تساوي لام ألف في لام ب يبقى الحدثان غير مستقلان. فأنا لما يجي يقول لي في السؤال رقم 3 هنا إذا كان ألف وب حدثين مستقلين، ده معناه إيه؟ معناه إن التقاطع بتاعنا بيساوي حصل ضرب الأول في التاني. فأنا دلوقتي عايز أجيب مين؟ عايز أجيب الاتحاد. هقول له الاتحاد بيساوي لام ألف، خلاص، لام ألف اتحاد ب. أنت قلت لي القانون بتاعه بيساوي ألف اللي هي 2 من 10 زائد ب اللي هي 6 من 10 ناقص التقاطع. التقاطع هنا هيساوي حصل ضرب ألف في ب، وتروح حاسب بقى الحسبة بالآلة الحاسبة هتطلع لك الإجابة رقم ج اللي هي 68 من 100. تمام كده؟ طيب، السؤال رقم 4 بيقول لي إيه؟ إذا كان ألف وب برضه حدثين مستقلين. أيوة يا حاج مالك؟ وكان لام ألف 25 لام ب بتساوي 4 من 10. عايز بقى الفرق. هقول له طيب ما هو الفرق ده لام ألف فرق ب كان بيساوي الأول ناقص التقاطع. الأول اللي هو لام ألف ناقص التقاطع اللي هو لام ألف تقاطع باء. حلو قوي يا باشا، حلو، خليك معايا بقى. فأنت عايز مني الفرق. حلو، لام ألف بكام؟ 25 من 100 ناقص التقاطع. قلت لك لما تلمح كلمة مستقلين التقاطع ده عبارة عن حاصل ضرب ألف في ب اللي هو 4 من 10. هتحسب طبعا الحسبة اللطيفة اللي قدامك دي هيطلع لك الإجابة بتساوي 15 من 100. بتساوي 15 من 100 اللي هي الإجابة رقم ب. السؤال الخامس بيقول لك إذا كان احتمال ألف شرطة بكام؟ ب3 من 10. هو كده مش مديك ألف، فأنت لازم هتجيب ألف الأول. فأنت ألف هتجيبه إزاي؟ هتطرح ده من واحد، يبقى 1 ناقص 3 من 10. يبقى احتمال ألف بتساوي 1 ناقص 3 من 10 يطلع لك كام؟ 7 من 10. تمام كده؟ قال لي تمام جدا. طيب وبعدين اعمل ايه؟ قال لي تعالى بقى نفكر كده احنا عملنا ايه. هو عايز لام الف بشرط ب شرط. ايه لام الف بشرط ب شرطه دي؟ قال لي بص، هو ده هيساوي لام الف تقاطع ب شرطه على لام ب شرطه. قلت له طبعا انت كده مذاكر القانون. قال لي طب حلو قوي، يبقى انا هبدا اعمل ايه؟ لام الف تقاطع ب شرطه ده اللي هو الفرق اللي هو بيساوي لام الف اللي هي 7 من 10 ناقص التقاطع اللي هو 2 من 10. طيب على ب شرطه دي مش هي 1 ناقص ب عندك بكام؟ ب4 من 10. هتحسب الحسبه اللي قدامك دي هتطلع 5 من 10 واللي تحت دي هتطلع 6 من 10. بقى تطلع 5 على 6 بالآلة الحاسبة. انا مش عايزك تتخض من شكل اسئلة الباب التاني، ومحتاج بس شوية تركيز في القوانين. طيب السؤال اللي بعده السؤال رقم 6 إذا كان لام ألف فرق ب بيساوي 4 من 10 ولام ألف تقاطع ب بيساوي 1 من 10 فإن لام ب شرطة بشرط ألف. طبعا احنا الأول كده انت ايه العلاقة اللي بتربط الاتنين دول؟ قال لي والله ما هو لام ألف بشرط ب أو بفرق ب بتساوي احتمال ألف
ناقص التقاطع. هايل. قال لي طبعا. طب انا هنا عايز اجيب الف، فهودي ده الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى احتمال الف هتساوي 4/10 زائد 1/10، فهتبقى الاجابه بتساوي 5/10. الاجابه بتاعتنا كام؟ 5/10. حلو، يبقى انا كده جبت احتمال الف. طيب تعالى نجيب احتمال ب بشرط الف. يا مستر ده عايز ب شرطه، ما هي دي المكمله بتاعتها، الشرطه الاول بيبقى المكمله. ب بشرط الف بتساوي التقاطع، اللي هو مين التقاطع؟ 1/10 على التاني اللي هو الف اللي هو 5/10. حلو، فيطلع لك الاجابه خمس. الاجابه تطلع لك كام؟ خمس، اللي هي كام؟ 2/10. طيب هو مش عايز دي يا شباب، هو عايز الإجابة بتاعتنا، مش عايز ب بشرط ألف، هو عايز ب شرطة بشرط ألف. فالإجابة بتاعتنا هتطلع 1 ناقص 2/10، اللي هي هتطلع بتساوي 8/10. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم د. حلو الكلام كده، كلام ممتاز. ده سهل جدا الحلول بتاعتنا وبسيطة، بس انت تبقى ماسك ورقة القوانين وبص فيها كويس. طيب السؤال رقم 7، ألف جزء من ب. كلمة جزء دي يا جماعة التقاطع بيدي الصغير والاتحاد بيدي الكبير. ألف شرطة 7/10، هقول له يبقى ألف من الآخر كده بقية 10 اللي هو كام؟ 3/10. هايل، كويس، تمام كده. طيب وبعدين قال لي انا عايز لام الف بشرط ب. ما هو لام الف بشرط ب ده بيساوي التقاطع على التاني، التقاطع ده اللي هو الف على التاني اللي هو ب. يبقى انا كل اللي هعمله هقسم 3/10 او 3/10 على ب اللي هو ايه؟ ب اللي هي كام؟ اللي هي نص. حلو، هايل. احسب بقى الحسبة الجميلة دي اللي انت شايفها، هتطلع لك الإجابة بتساوي 5 أو 3/5. 3/5. يبقى الإجابة رقم ب. السؤال رقم 8 يقول لك إذا كان ألف وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ف، وكان ألف جزء من ب، يبقى التقاطع بيدي ألف والاتحاد بيدي ب. عايز يا فندم لام ب بشرط ألف. لام ب بشرط ألف يعني بيساوي التقاطع اللي هو ألف على التاني اللي هو ألف. ألف على ألف بواحد. ألف على ألف بكام؟ بواحد. واحد دي اللي اسمها في الإحصاء لام ف يا شباب. لام ف اللي هو الحدث المؤكد، الحدث الإيه؟ المؤكد. ده السؤال رقم 8. السؤال 9 بيقول لك إذا كان ألف وب حدثين مستقلين، وكان احتمال ب ب6/10 وألف اتحاد ب ب68%، فإن احتمال ألف بيساوي إيه؟ هقول له بص، هو أولا أنت ملففني حوالين نفسي، يبقى أول حاجة أنا هكتب احتمال الاتحاد ده اللي هو 68%، خلاص، بيساوي إيه؟ يعني إحنا هنبدأ الأول 68% اللي هو الاتحاد، بيساوي احتمال ألف اللي أنا معرفوش زائد خلاص احتمال ب اللي هو 6/10 ناقص التقاطع اللي هو عبارة عن ألف في ب، يعني احتمال ألف في ب اللي هي كام؟ 6/10. كده انت هتعرف تجيب احتمال ألف. يعني انت ممكن تستخدم الآلة الحاسبة وتبدأ تشتغل بشيفت سولف، هوريها لك دلوقتي اهو حالا. تمام، يعني انا مثلا هكتب المسألة قدامي، طبعا انا معايا الآلة الحاسبة بتاعتي وهبدأ اكتب اللي قدامي ده، بس ركز معانا بكتب ازاي. انا بكتب 0 علامة 6 8 تمام، خلاص. اللي يساوي اللي مكتوبة دي يا شباب هي اللي يساوي اللي فوق علامة الكالك، اللي هو بدوس الفا وبدوس كالك، وبعد كده مكان المجهول بتاعي بكتب اكس اللي هو الفا قوس، فالآلة هتكتب اكس زائد 0 علامة 6/10، خلاص، ناقص هكتب بقى ايه 6/10 في الفا اكس، خلاص، وادوس بقى شيفت سولف يساوي، فالآلة هتطلع لي اكس ب2/10. يبقى انا كده جبت الالف هنا، انا عرفت قيمة الالف بتساوي 2/10 اللي هي الإجابة رقم ألف. يبقى أنا كده
ماشي زي الفل. يبقى اي حاجه فيها مجهول واحد ممكن تحلها بالاله، واي حاجه فيها مجهول من الدرجه التانية برضه هقول لك ازاي تحلها بالايه، بالاله الحاسبه. السؤال رقم 10 بيقول لك إذا كان ألف وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية فيه، وكان احتمال ألف ب6/10 واحتمال ب ب5/10 والاتحاد ب8/10، فإن ألف وب يكونان حدثان إيه؟ بص يا بيه، أولا أنت هتجيب لي التقاطع من القوانين بتاعت سنة تانية ثانوي. يعني أنا أول حاجة هعملها إن أنا هبدأ أجيب التقاطع بتاعنا. هقول له التقاطع لام ألف تقاطع ب كان بيساوي ايه؟ قال لي مستر احمد قال انه بيساوي الف اللي هي 6/10 زائد الب اللي هي 5/10 خلاص، ناقص التقاطع او الاتحاد اللي هو 8/10، فيطلع لك التقاطع بتاعك هيطلع ب3/10. حلو الكلام. معلش هو الجهاز بعافية شوية فصحته تعبانة في الكتابة. طيب وهبدأ أضرب ألف في ب، يعني أنا هبدأ أقول له والله أنا هضرب ألف في ب، يعني هضرب 6/10 في 5/10. خلاص كده لما أضرب دول في بعض هيطلع 3/10. كويس. يبقى أنا كده إيه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا مستر احمد ان احتمال الف تقاطع ب طلع بيساوي الف وب، وده القانون اللي بيقول لك لما يحصل الكلام ده يبقى الحدثين دول حدثين مستقلين. هاي الاجابه رقم الف. السؤال 11 بيقول لك اذا كان الف وب حدثين من فضاء عينه لتجربه عشوائيه، وكان ف اللي هي فضاء العينه من الارقام من 1 ل 6، والف 1 و4 و5 و6، وب بتساوي 2 و3 و5 و6، فان الف وب يكونان حدثين ايه؟ اولا يا باشا احنا هنجيب احتمال الف تقاطع ب. يعني الف تقاطع ب ده اللي هو ركز كده معايا، الاعداد المشتركه من الف وب. الف تقاطع ب فيهم الخمسه والسته، فانا لما اجيب احتمال الف تقاطع ب هتساوي ماشي عددين على 6، 2 على 6. خلاص. طيب عددين على 6 دي اللي هي تلت. تمام كده. حلو قوي. هايل يا مستر احمد. طيب وبعدين هبدأ اقول له بقى ايه؟ هجيب احتمال الف دول كام دول؟ احتمال الف واضربه في احتمال ب. احتمال الف هضربه في احتمال الب. تمام كده. هيطلع بيساوي احتمال الف عندك بكام؟ قول معايا كده دول كام؟ 4/6. هايل. ماشي. مالك مخضوض ليه؟ متخضش. في احتمال ب اللي هو برضو 4/6، فهيطلع بيساوي ماشي كام؟ 2/3 في 2/3 يعني 4/9. تطلع بكام؟ ب4/9. يبقى إذن أنا عندي كده الحدثين دول 4/9. يبقى الحدثين دول لام ألف اتحاد أو تقاطع ب لا تساوي لام ألف في لام ب. يبقى الحدثين دول حدثين غير مستقلين. حدثين إيه؟ غير مستقلين. تمام كده؟ يلا بينا بقى نبدأ في شرح الباب الثالث اللي هو هو الباب الرابع. طبعا احنا عاملين لهم قانون كده هيريحك من كل حاجة ان شاء الله. اولا الباب الثالث بيتكلم عن حاجة اسمها المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية. في عندنا حاجة اسمها متغير عشوائي متقطع اللي هو مداه مجموعة من الارقام المنفصلة، وده بتجيب سيادتك فيه ميو اللي هو بيساوي مجموع من ر بتساوي 1 لنون لس ر في د س ر. وبتجيب حاجة اسمها التباين. طبعا الميو ده اللي هو المتوسط او الوسط الحسابي او يسموه التوقع. التباين اللي هو سيجما تربيع مجموع س ر تربيع في د س ر ناقص ميو تربيع. يبقى عشان تجيب التباين لازم تجيب الوسط الحسابي. الانحراف المعياري سيجما بيساوي جذر التباين ماشي، ومعامل الاختلاف سيجما على ميو في 100%. ده بالنسبه للمتقطع. طب تعالى على المتصل. المتصل ده لما ادي لك فتره، لما ادي لك ايه؟ فتره. من امثله المتغيرات العشوائيه طول احد المرشحين لاختبارات الكليات الحربيه الوقت الذي يستغرقه المعلم في شرح احد الدروس. داله الكثافه اللي هو الداله اللي قدامنا دي اللي ممثله بالشبه المنحرف من اول الاحتمال لاخره مجموع الاحتمالات دايما بواحد.
عبارة عن دالة ثابتة أو خطية ويتمثل بقطعة مستقيمة أو أكثر. ففي الشكل دالة س تمثل دالة كثافة الاحتمال. ركز بقى عشان ده القانون اللي احنا بنحل بيه دايما. لام من س أكبر من أو تساوي أ لأقل من أو تساوي ب تساوي نص في مجموع الدالتين في الفرق بين العددين. في مجموع الدالتين الارتفاعات دي في الفرق بين العددين، العدد الكبير ناقص العدد الصغير. خلاص. سيادتك احتمال حط يساوي ما حطش يساوي ما عندناش مشكله. وطبعا احنا بنحل الاسئله دي في منتهى البساطه، وركز معايا بقى عشان ده من الابواب السهله اللي كل الطلبه لازم تحلها في الامتحان عشان تجيب درجه في الاحصاء. طبعا الاسئله فيها جزء بيجي على الجزء النظري. جميع الحالات، مثلا السؤال الاول ده بيقول لك ايه؟ جميع الحالات الاتيه تعبر عن المتغير العشوائي المتقطع ما عدا. انا قلت لك واحنا بنشرح من شويه، قلت لك لما يقول لك مثلا اطوال طلاب داخلين الكليه الحربيه، عدد الساعات التي يقوم بها المدرس بشرح درس ما، كل دي اسمها متغير عشوائي متصل. تمام. فانا هنا بيقول لي عدد الاسهم المخصصه لاحد افراد في شركه، ممكن واحد ياخد سهمين، ممكن واحد ياخد 5، فدي مش فتره، فدي تبقى متقطع. ماشي. عدد المكالمات الاسبوعيه لاحد الافراد في الهاتف، انا ممكن اتكلم في التليفون 100 مره، 50 مره، 30 مره، ارقام مش متصله. تمام. عدد الحوادث على احد الطرق خلال شهر، برضو دي ما اعرفهاش، يعني دي ارقام منفصله عن بعض، فده اسمه متقطع. لكن لما اجي اقول طول احد المرشحين لفريق كره السله، طول احد المرشحين لفريق كره السله ده، انا مثلا هقول هاخد من اللي طولهم من 180 لغايه 2 متر. ماشي. يبقى انا ده فتره، فده ما ينفعش يبقى متقطع، ده متصل. تمام كده. السؤال الثاني: إذا كان المدى للمتغير العشوائي لتجربة إلقاء نقود مرتين هو 0 و1، فإن هذه التجربة تدل على. طبعا هو السؤال ده كان جه سنة 2017. هي التجربة دي هتدل على عدد الصور اللي ظهرت في عدد الكتابات. عدد الصور في عدد الكتابات إن شاء الله. تمام كده. دي تجربة بتيجي لما كان بيجي أسئلة مقالية. خلينا نركز أكتر على الأسئلة اللي بتيجي في اختر. طيب السؤال الثالث: في تجربة إلقاء قطعة نقود 3 مرات. 3 مرات دي وكان س هو المتغير العشوائي الذي يعبر عن عدد الصور ناقص عدد الكتابات. لما أنا هلقي قطعة النقود 3 مرات بيحصل إيه؟ أول مرة بيظهر لي صورة، صح؟ أو كتابة. كويس. تاني مرة بيظهر لي إيه؟ يا صورة يا كتابة. طب تالت مرة، طبعا كل مرة بكتب أنا صورة وكتابة أهو. خلاص ركز معايا بقى. صورة أو إيه؟ أو كتابة. في المرة التالتة برضو هتكتب إيه؟ صورة وكتابة، كأنك بتلعب أهو. خلاص. وكتابة، صورة وكتابة. ماشي. وهكذا. تعالى بقى إيه؟ نجيب فضاء العينة. صورة وكتابة، صورة وكتابة. حلو. يلا بينا هنكتب فضاء العينة بتاعنا هيمثل ايه. قال لي والله بص، هو هيمثل يا اما صورة صورة صورة، احنا الكلام ده خدناه. هنطلع طبعا 8 ثلاثيات مرتبة. صورة صورة صورة. هم. بعدين ممكن يا مستر يبقى صورة صورة كتابة. طب هقول لك على حاجة، ما بدل ما تقعد تكتب الكلام ده كله وتلخبط نفسك، ما انت قدامك اهو. هو دلوقتي انا عايز عدد الصور. هنا عدد الصور كام؟ صورة 2 3 ناقص عدد الكتابات. في هنا كتابات؟ لا، يبقى 3. حلو قوي، يبقى اول عدد ظهر لي هو 3. خلاص. طيب هنا صورة كتابة، يبقى 2 ناقص 1 اداني 1، يبقى في عدد تاني ظهر لي اللي هو 1. حلو. كويس قوي. طب هنا صورة كتابة، صورة 2 ناقص 1 ب1 اهو ظهر لي. صورة كتابة 1 ناقص 2 هيديني ايه؟ -1. يبقى خد بالك ان ظهر لي حاجة بالسالب، صح؟ طب انت بقى بطل ما تكملش ليه؟ لان مفيش حاجة فيها سالب غير الاجابة د، غير الاجابة رقم د. طيب خش لي على السؤال رقم 4. طبعا يا باشا انت عارف ان الجدول ده لما بيجي لك ده قيم السين وده احتمالاتها، ده اللي السين دي هي الاحتمالات، وان مجموع القيم اللي تحت دي كلها بتساوي
واحد. فانا هبدأ اجمع التربيع مع بعض، يعني 2 ألف تربيع زائد 3 ألف تربيع هيدي لك 5 خلاص ألف تربيع. طيب وألف زائد 3 ألف يدي لك كام؟ 4 ألف. حلو الكلام. الكلام ده كله بيساوي واحد، هطلع ادخل واحد جوه بعكس الاشاره، يبقى ناقص واحد بتساوي صفر. وبعد كده انا هعمل ايه يا مستر احمد؟ ولا حاجه، انت سيادتك هتروح مطلع الاله كده زي الباشا خلاص، وتقول لها يا اله جميله هدوس لك انا مود 5 3، وابدا ادخل الارقام دي، يعني 5 يساوي، وبعد كده 4، وبعدين -1، هيطلع لك اول قيمه بخمس والقيمه الثانيه ب1. ما ينفعش عندنا السوالب في الاحصاء، يبقى الاجابه الف بتساوي خمس. شفت بقى جدول طويل عريض، وفي الاخر طلع لك الاجابه بالاله الحاسبه. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشا انا عندي دي دوال ماشي، عايز اعرف مين فيهم ده س متغير عشوائي مداه 0 1 و2. جميع الدوال الاتيه لا تمثل داله توزيع احتمالي ما عدا كلمه داله توزيع احتمالي. لما تعوض عن س بصفر وواحد واثنين وتجمع النواتج يطلع الناتج واحد. فانا عايز كله مش هيطلع واحد الا داله واحده، فتعالوا نعوض كده. 0 زائد 1 على 8 يديك 1 على 8. خلاص يبقى انا هبدا الاول بايه؟ 1 على 8. طيب هنعوض بواحد، يبقى 1 زائد 1 على 8 اللي هو 2 على 8. انا بعوض في اول داله عن السين تمام. وبعد كده 2 تربيع ب4، 4 1 5، 5 على 8. خلاص كده يا باشا، يبقى انا كده عندي ايه؟ 5 على 8. طيب الاجابه بتاعت دول مش طالعه بتساوي واحد؟ قال لي حلو قوي. يبقى الاجابه عندنا هي الاجابه رقم ايه؟ الف. دي داله توزيع احتمالي، هو عايز لا تمثل داله توزيع احتمالي. السؤال السادس، اذا كانت س متغير عشوائي مداه 1 و2 وسالب 1 و0، وكان لام س بتساوي -1، احتمال س بتساوي -1 بتساوي 2 من 10، وس بتساوي 0 4 من 10، وس بتساوي 1 1 من 10، عايز س اكبر من 1. كلمة س اكبر من 1 يعني بتساوي 2، يعني احنا ما عندناش اكبر من 1 هنا غير الاثنين. تمام كده. طب هو احتمال الاثنين بكام؟ قال لي ما انا مدي لك جميع الاحتمالات ما عدا الاثنين، ما عدا الايه؟ الاثنين. فاقول له طيب انا خدت ان احتمال س بتساوي 2، دي هتطلع مع بقية الاحتمالات كلها بتساوي 1. فانا هقول 1 ناقص تمام كده كل الاحتمالات اللي قدامي، 2 من 10 زائد 4 من 10 6 من 10 1 من 10 7 من 10. فهنطرح 1 ناقص 7 من 10 هيطلع لك الإجابة بتساوي 3 من 10. يبقى إجابتي هي الإجابة رقم ألف. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه؟ السؤال السابع، اذا كان س متغير عشوائي مداه 1 و2 و3 و5، وكان احتمال الواحد بيساوي ضعف احتمال الاثنين بيساوي ربع، خد بالك من اللعبه دي، واحتمال الثلاثه ب7 على 16، فان احتمال الخمسه. بصوا يا شباب، هي اللعبه كلها في موضوع الاحتمالات ده بالذات لما يكون متقطع، ان مجموع الاحتمالات بواحد. بس هو دلوقتي بدا يلعبك. هو دلوقتي انسى اللي في النص ده. احتمال السين بتساوي 1 ده هو اللي بربع، يعني ده هو اللي بربع اللي هو س بتساوي 1. حلو كده. فده بربع، فانا هبدا اكتبه ربع اهو فوقيه عشان سيادتك تبقى واخد بالك. طيب ده في قدامه 2، يبقى نقسم ربع على الاثنين، ربع على الاثنين، فيبقى احتمال الاثنين ده بتمن. احتمال الاثنين ده بكام؟ بتمن. حلو الكلام. واحتمال الثلاثه ب7 على 16. انت عايز احتمال مين؟ الخمسه. يبقى 1 ناقص كل الكلام اللي قدامك ده، اللي هو افتح قوس كده والم عيالي، هيبقى ربع تمام زائد تمن زائد 7 على 16. تمام كده. يبقى احنا كده ماشيين واحدة واحدة مع حضرتك اهو. طيب جمعنا احنا التجميعة دي كلها وطلعنا الإجابة 3 على 16، يبقى الإجابة رقم ب.
السؤال رقم 8 برضو بيلعبك في نفس القصة ونفس الموضوع، ان س متغير عشوائي متقطع مداه 0 1 و2، دالة التوزيع الاحتمالي تتحدد بالعلاقة أ س على 6. فتبدأ تشيل السين، تحط مرة 0 و1 و2 وتجمعهم وتساويهم بواحد، وتجمعهم تساويهم بايه؟ واحد. طبعا صفر في أي حاجة بصفر، فاللي هيتبقى لي أ على 6، أ على 6 عوضنا عن س بواحد، زائد أ هضربها في 2 يبقى 2 أ على 6. كل ده بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي واحد. هبدأ أحل بشيفت سولف برضو زي ما احنا اتعودنا. هندوس مود واحد عشان نخرج بس من حل المعادلات دي، ونبدأ نكتب المسألة بتاعتنا. هكتب اهو ألفا إكس على 6 زائد 2 إكس ماشي على 6. اوعى تنسى اللي يساوي الحمرة اللي فوق الكالك تساوي واحد، واكتب شيفت سولف يساوي، هيطلع لي الإجابة بتساوي 2. يبقى الألف بتاعتنا إجابتها د اللي هي ب2. واوعى تحل غلط بالآلة. تمام، اديني بكتب لك الخطوات قدام عينك اهو. تمام كده. السؤال التاسع كان سؤال غريب شوية، بيقول له تعرف القيمة التي تتمركز عندها معظم قيم المتغير العشوائي. انت فاكر ان كان التعريف ده كان تعريف الوسط الحسابي، فكان دايما يقول لك الوسط الحسابي هي القيمة اللي تتمركز حولها القيم، كان اسمها النزعة المركزية، فده اسمه التوقع عندنا في ثانوي. الوسط الحسابي اسمه الايه؟ التوقع. تمام. السؤال رقم 11 سؤال مهم وجه كذا سنة ورا بعضها، فركز معايا كده. هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ اذا كان التوقع في التوزيع الاحتمالي التالي يساوي 2. ايه التوقع ده؟ كان عبارة عن الخانة اللي فوق في الخانة اللي تحت، يعني هنضرب واحد في 1/10 زائد هنضرب 2 في 8/10. تمام كده. فلما هتيجي تضرب 2 في 8/10، تمام كده، وزائد كاف في، خلاص، كام دي؟ 1/10، يبقى الناتج ده انا عايز اطلعه بيساوي 2. يا اما هتحل بشيفت سولف زي ما انا علمتك، يا اما هتجرب الاختيارات لغايه تحط مكان الكاف دي 3 4 5 6 لغايه ما الناتج يطلع معاك كام؟ يطلع معاك 2. فالاجابه هتطلع الف اللي هي ب3. السؤال العاشر بيقول لي اذا كان معامل الاختلاف هو 12.5% بانحراف معياري بيساوي 8، فان المتوسط بيساوي ايه؟ هو معامل الاختلاف ده يا شباب كان اللي هو 12.5% ده، خلاص، كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي ميو اللي هو الوسط الحساب اللي هو طالبه، على سيجما اللي هي بكام بقى عندك؟ قول لي ها. بانحراف معياري سيجما ب8 في 100%، صح كده؟ طيب انا كده خلاص سامعك انت بتقول ايه. هستخدم شيفت سولف يا مستر او اجرب الاختيارات لغاية ما الاجابة بتاعتي تطلع معايا 64. يبقى الميو ب64، الاجابة الف. التوزيع المتصل يا جماعه هو بيديني دايما داله بالمنظر اللي انت شايفه ده، وطبعا كانوا جايبين شويه دوال سهله قوي في الامتحانات اللي فاتت. اذا كان داله س بتساوي نص لما س اكبر من الاثنين واقل من الاربعه، يبقى هنبدا من الاثنين وكام واخرنا اربعه. يعني لو جاب لك هات لي بقى 5 6 7 تقول له ده بصفر. فان احتمال س اكبر من 3، اكبر من 3 يعني من 3 ل 4. طب هو دي داله ثابته اللي هي بكام؟ بنص. يبقى الاجابه عندنا هي الاجابه رقم ب اللي هي بتساوي نص. تمام كده. طيب السؤال رقم 12 بيقول لي اذا كان س متغير عشوائي متصل ودل كثافه الاحتمال له هي ك من -4، س اكبر من -4 اقل من 4 وصفر فيما عدا ذلك. اسهل طريقه يا جماعه لحل المساله دي، انت عايز داله الاحتمال دي تطلع بكام؟ تطلع بواحد. فاحنا هنجرب الاختيارات. هو القانون اللي كنا بنحل بيه ايه يا مستر احمد؟ هقول لك دلوقتي ثواني. انت دلوقتي كنت بتقول لي ايه؟ القانون هو نص في مجموع الدالتين اللي هم ايه؟ هعوض دي دالة ثابتة يعني كاف، فهعوض بكاف زائد كاف. تمام. اللي هي 2 كاف المفروض. تمام، في الفرق بين العددين اللي هو 4 ناقص -4 اللي هو يديك 8.
خلاص. انا عايز الناتج ده يا جماعه يطلع بيساوي 1، يعني انا عايز الناتج ده يطلع بيساوي 1. حلو قوي. طب انا عشان الناتج ده يطلع بيساوي 1 هعمل ايه؟ هجرب الاختيارات، هبدا احط مكان الكاف دي او احلها بشيفت سولف، فالاجابه هتطلع معايا هي الاجابه رقم الف اللي هي تمن. طيب برضو السؤال 13 كان على نفس القصه والحوار، يعني كان بيجي يقول لي ايه؟ اذا كانت داله س بتساوي سدس لما س اكبر من سالب 3 واقل من 3 وصفر فيما عدا ذلك، فان احتمال س بتساوي 3. طب والله بص، احنا التلاتة مش معانا اصلا، يعني علامة اللي يساوي مش موجودة عند التلاتة، فالاجابة بتاعتنا انه صفر، احنا ما بين السالب 3 والموجب 3. طيب لو هو جاب لي بقى دالة زي مثلا اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت، مثلا جه قال له ايه؟ قال له بص، انا عندي دالة احتمال بالمنظر اللي انت شايفه ده، انا هكتب لك دالة الاحتمال بتاعتي دالة س. طيب هو اداني دالة كثافة احتمال متغير عشوائي متصل، دالة س بتساوي س زائد 1 على 12 لما س اكبر من او تساوي الصفر واقل من او تساوي الاربعة وصفر فيما عدا ذلك. عايز احتمال س اكبر من الاثنين. هقول له بص، انا دلوقتي انت اكبر من الاثنين دي معناها من 2 ل 4، فانا هجيب لك دالة الاثنين. دالة ايه يا شباب؟ الاثنين. يعني ايه دالة الاثنين يا مستر احمد؟ يعني هعوض عن السين اللي في المسألة باتنين. يلا بينا. طبعا انت شاطر وبتعرف تعوض بالآلة، خلاص. طبعا هنبدأ نكتب دالة الاتنين بتساوي 2 زائد 1 تديني 3، 3 على 12 اللي هي تديك ربع. حلو الكلام؟ قال لي هايل. طب وهجيب كمان دالة الأربعة، ما هو أنا من 2 ل4. حلو قوي. دالة الأربعة هتساوي إيه يا مستر أحمد؟ هتساوي 4 زائد 1 على 12 اللي هي بتساوي 5 على 12. خلاص. طيب وقلنا إن الاحتمال دايما بنكتب نص ونفتح قوس، مرة موجب ومرة سالب. ادي القوس اهو الاول. هنجمع جوه هنا الدالتين دول اللي انت شايفهم اللي هم الربع، تمام، زائد الخمسة على 12 في الفرق ما بين العددين اللي هو 4 ناقص 2 اللي هو يطلع ب2. تمام كده؟ فهيطلع لك الإجابة بتاعتك هتطلع بتساوي 2 على 3. سؤال سهل جدا وسيادتك هتحله بمنتهى البساطة في الامتحان. يبقى دايما الرقمين اللي هيكلمك عليهم هتعوض بيهم في المسألة، خلاص، تحطهم جوه قوس جمع، والعددين اللي هنا تطرح العدد الكبير ناقص العدد الصغير وتضرب الناتج في نص. ده كده سريعا هو شرح للباب الثالث. بقينا الباب الرابع اللي هو فيه جدول التوزيع الاحتمالي، واحنا عاملين له دالة بتتجاب بالآلة على طول، فهعلمك ازاي تجيبه برضو بالآلة مرة واحدة. تابع معانا بعد هذا الفاصل. المتغير الطبيعي المعياري، الخواص بتاعته انه المنحنى طبعا دايما بيقع فوق محور السينات، ومساحة المنطقة الواقعة أسفل المنحنى وفوق محور السينات تساوي الواحد الصحيح. المنحنى متماثل بالنسبة لمستقيم س بتساوي ميو اللي هو الوسط الحسابي. المستقيم س بتساوي ميو يقسم مساحة أسفل المنحنى وفوق محور السينات إلى قسمين متساويين كل منهم بنص. توزيع الطبيعي المعياري هو توزيع طبيعي متوسطه ميو بيساوي صفر، يعني محور الصادات هو المحور التماثل بتاعه، وانحرافه المعياري سيجما بتساوي 1. طبعا احنا لما بنيجي نحسب الكلام ده بنحسب من صفر العدد اسمه ايه، خلاص، وبنكشف عنها في الجدول. طب لو هو مش معياري، يعني احنا المعياري عارفين ان هو من صفر ل3 59. لو هو مش معياري هنطرح السين عشان نحولها المعياري خليها صاد، هنطرح س ناقص ميو على سيجما، وتبقى انت سيادتك حولته لقيمة معيارية تعرف تكشف عنها في الجدول. طيب احنا عندنا في دالة بنكشف بيها على قيم السين اللي في الجدول. تعالى كده نتعلم هنعمل ايه. طبعا سيادتك الاول قبل ما تبدأ تحل لازم تجهز الآلة بتاعتك ان هي تقرب ل4 قيم بس، فبندوس شيفت مود وبنختار فيكس اللي هو 6 وبنختار 4 خانات، فكده الآلة هتكتب كلمة فيكس وهتبدأ سيادتك تبقى الآلة بتطلع لك الناتج مقرب ل4 خانات بس. وبعد كده بنبدأ نحل بالدالة بتاعتنا. طبعا احنا ممكن نكشف الجدول بس انت راجع هحل لك بالتكامل. هتدوس علامة التكامل دي وتعمل شرط الكسر وتبقى حافظ الكسر اللي انا هديهولك ده. هتكتب فوق 1 وتحت هتنزل تحت تكتب جذر 6 علامة 28 في ماشي 2 علامة 72 وتدوس على الاكس اللي عليها مربع دي وتدوس الفا اكس
تربيع. كده انت جهزت المسألة. فهو مثلا جه قال لك هات لي من 0 ل3/10، فبروح جاي كده انا رايح على بالسهم اليمين ده لغاية ما اوصل لحدود التكامل، تحت اكتب 0 واطلع فوق اكتب 0 علامة 3، خلاص، وادوس يساوي. فالآلة هتحسب لي الإجابة 11.79 يبقى دي الإجابة بتاعة السؤال رقم 1. إجابته هتطلع يا مستر أحمد بتساوي 11.79. طبعا بعد العلامة، لأن المساحات كلها جزء آخرها 5/10. طيب السؤال زي اللي بعده، عايز من 0 ل67%. فأنا دلوقتي إيه، هرجع بالسهم كده، خلاص أهو، أمشي كده لغاية ما أوصل لغاية حدود التكامل وأطلع فوق. بدل ال3 أهو خليها 67 وأدوس يساوي. فالآلة هتطلع لي 24.86، يبقى الإجابة 24.86. حلو كده. يبقى دي الطريقة اللي أنا بحسب بيها أي حاجة محتاجها في الباب الرابع. تمام. طيب حاجة كمان، يلا واحدة كمان اهي، من 0 ل2.25. هرجع بالسهم كده، ماشي اهو، همسح دي واكتب مكانها 2 علامة 2.5 وادوس يساوي. فيطلع لي الإجابة 48.78. الآلة مقربة ومظبطة الدنيا معاك وآخر حلاوة. تمام. طيب تعال نشوف نوع تاني من المسائل، مثلا بالسالب. يعني أنا دلوقتي هبدأ إيه، أنا عايز يا مستر بالسالب. طيب أنا هرجع كده، خلاص، وابدأ تحت اكتب الرقم السالب الأول، ما تنساش طبعا تحافظ الدالة دي بقى. ها، اكتب هنا كام؟ سالب الأول 0 علامة 5.8 واطلع فوق وامسح بقى ده واكتب مكانه الصفر بتاعنا، خلاص، وادوس يساوي. فالآلة هتطلع لي 21.91، ودي الإجابة اللي كانت هنطلعها من الجدول. يا رب تبقى فاهم أنا بعمل إيه. أنا سهلت عليك. طيب لو أنا لقيت مثلا وأنا بحل في المسائل لقيتها 21.90 مش 91 اللي موجودة في الاختيارات، اختار الأقرب. يعني أنت الآلة بتقرب، خلاص، فأنت هتختار الإيه؟ الأقرب. خلاص. وانا عايز اقول لك ان القيم بتاعت الآلة هي الادق، يعني ادق من الجدول، بس احنا هنمشي على قيم الجدول. يعني لما يبقى بديك في الاختيارات 21.90 اختار ال90 مثلا، انت تطلعها 91. طيب لو انا بقى جالي يا مستر سؤال زي الاتنين دول، زي رقم 3 ورقم 4 دول، اعمل فيهم ايه؟ يعني أنا دلوقتي انت مديني اقل من 1.45، وهنا اكبر من 2.36. هقول لك هنعمل حاجة لطيفة جدا. لما يبقى العلامة اصغر، لما يبقى العلامة ايه، اصغر، خلاص، هعمل ايه؟ هبدأ انا انزل تحت كده واختار حدود التكامل بتاعتنا، ماشي. هنمسح ده ونكتب 1.45. احنا هنا عايزين اقل منه، صح؟ لا، خلينا ادام ده اقل يبقى هنكتب -4 الاول، وهقول لك ليه -4 دلوقتي. لغايه ادام اصغر ببدأ من -4 لغايه الرقم بتاعنا اللي هو 1.45. تمام. متنساش بس ايه، تمسح الصفر ده، خلاص، ودوس يساوي. هيطلع لك الإجابة بتاعتك 92.64. خلاص. برضو لو لقيتها في الاختيارات 65 هتختار ال65، ماشي. لقيتها 63 تختار الأقرب ليها يعني. تمام. لو ما لقيتش ال 64. حلو قوي. طب هو أنا ليه عملت كده؟ أنا قلت لك إن المساحات بتبدأ من -3.59 اللي هي لما أقربها أقرب عدد ليها صحيح اللي هو -4 لغاية 3.59. يبقى لو أصغر بحط -4 تحت. طب لو أكبر زي اللي بعدها، يعني أنا مثلا لو رجعت كده، خلاص، ومسحت دي كده، هكتب فوق بقى 4 وانزل تحت كده واخلي اللي تحت دي 2 علامة 3.6 وادوس يساوي. خلاص. هيطلع لي الإجابة 91/10,000. دي الإجابة اللي هتلاقيها في الاختيارات إن شاء الله. كده أنا ظبطت معاك إزاي تبحث بدل ما تبحث في الجدول. تمام. ازاي تطلع بالايه، بالآلة الحاسبة، وطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا باستخدام التكاملات. لكن لو جت بقى السؤال على
متغير غير معياري. يعني انا عندي دلوقتي اللي انت شايفه ده متغير غير معياري. طب اعمل ايه يا مستر احمد؟ هقول لك حالا. لو المتغير غير معياري سيادتك هتعمل ايه؟ هنعمل الاول الرقم اللي هو ال17 ده، هنطرح منه الميو ونقسم على السيجما. يعني انت عندك 17 هتطرح منه الميو عندك بكام؟ ب17، يبقى 17 ناقص 17 خلاص، وتقسم على سيجما اللي هي بكام؟ ب2، فيطلع لك الإجابة بتساوي 0. حلو الكلام؟ تمام. وال21.4 دي هطرح منها برضو ال17 واقسم على سيجما اللي هي ب2، فيطلع لك الإجابة بتساوي 2.2. 2.2. حلو قوي. تحسب طبعا الحسبة دي بطل بالإيه؟ بالآلة. فسيادتك كل اللي هتعمله إيه؟ الرقمين اللي طلعوا خلاص هتبدأ تكتبهم على الدالة بتاعتك. يعني هتيجي تطلع آلتك كده وترجع بالسهم خلاص، وتكتب دي الرقم الكبير اللي هو 2.2، وتنزل تحت تكتب تحت 0، وتستخدم بآلتك عادي خالص اهو، وتدوس يساوي خلاص، تطلع 48.61. ودي الإجابة اللي انت هتلاقيها ان شاء الله في الاختيارات. طيب ما تيجي اجيب لك، فهمت دي هتحولها ازاي؟ يعني هنطرح الميو نقسم على سيجما. تعالى اجيب لك سؤال ضلمة خالص، يعني سؤال يكون مفهوش ولا رقم. انت لو بصيت معايا هنا هتلاقي ان س متغير طبيعي ووسطه ما قالكش معياري، وسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما، فان احتمال س اكبر من ميو ناقص 1.5 سيجما بيساوي ايه؟ اولا هقول له الكلام ده مش هينفع معايا. انا همسك الميو اللي انت مديهاني دي خلاص، وابدا احل. هكتب انا طبعا ده يا جماعه عشان اشوفه هيساوي ايه. ادي الميو ناقص 1.5 سيجما. احنا كنا بنحول لمعياري ازاي؟ كنا بنحول لمعياري ان احنا نطرح ميو ونقسم على سيجما. حلو قوي. طيب انا هطرح ميو واقسم على سيجما، يلا بينا. طبعا كده الميو هتروح مع سالب ميو، والسيجما هتروح مع السيجما اللي تحت، فاهمني؟ فتبقى عندك س اكبر من او صاد بقى خلاص اكبر من او يساوي ايه؟ ها قول معايا. سالب 1.5. شاطر. طيب لما السين تبقى اكبر قلنا بنعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه، هنحط ده على الاله خلاص، ونرجع لحدود التكامل، وهنكتب فوق هنا اكبر، يعني بكتب 4، وبنزل تحت واكتب السالب 1.5 اهو، 1 علامه 5/10، وادوس يساوي. فالاله، وما احنا نسينا الصفر هنا عشان كده الاله قالت لي ماس ايرور، هندوس يساوي. هتطلع الاجابه بتاعتك بتساوي كام؟ 9.332 خلاص. فانت هتبدأ تختار الإجابة بتاعتك من الاختيارات ماشي اللي قدامك في السؤال رقم 9. هتبقى تعال نبص على الإجابة كده، هتلاقي الإجابة مستخبية اهي 9.332. دي الإجابة رقم د. بكده يا شباب انا الحمد لله رب العالمين شرحت لك الباب الرابع في زي ما بيقولوا ملخص سريع يعني. الجزء اللي جاي بقى ان حضرتك ممكن تجيب من على النت حلول امتحان 2023 تمام. هتلاقيه موجود، يعني PDF موجود، وتبدأ تشوف الأسئلة وتحل زيها، هتبقى الدنيا معاك متظبطة. يا رب أكون فدتكم، ويا رب يكون المراجعة جت بفايدة. أشكركم جميعا على حسن الاستماع، وكان معكم مستر أحمد والي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.